تخيل كده تقوم من النوم تفتح الشباك تلاقي جارك ماشي على 4 في الشارع لابس بدلة كلب أو واحد لابس لبس خروف ويقول لك أنا حيوان أليف. مش هزار يا صاحبي، ده اللي حصل دلوقتي في أوروبا وأمريكا. في حاجة اسمها بيت بلاي، ناس بتلبس لبس كلاب أو خرفان أو قطط ويمشوا يتصرفوا زيهم بالظبط. والمصيبة الحكومات هناك مش شايفاها مشكلة، بيقول لك دي حرية شخصية. طيب ليه الناس دي بتعمل كده أصلا؟ الجواب بسيط، الفراغ الداخلي. احنا عندنا هنا أي واحد لما يتعب نفسيا أو يحس بضغط بيرجع لربنا سبحانه وتعالى، يصلي يدعي يلاقي السند والراحة. لكن هناك مفيش عقيدة حقيقية، مفيش إيمان، مفيش معنى يملى القلب. فالإنسان لما يفضى من جوه يجري ورا أي وهم، مرة يقول أنا كلب، مرة يقول أنا قطة. أبحاث اتعملت في بريطانيا بتأكد إن آلاف بيعملوا كده، بعضهم كنوع من انحراف جنسي، بعضهم للهروب من ضغوط الحياة، وبعضهم بيدور على معنى لحياته مش لاقي. وربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، يعني انت مخلوق مكرم، ربنا رفعك فوق الحيوانات. لكن لما الدين يغيب والكرامة تختفي الإنسان بينزل بنفسه للحيوان. الفرق كبير يا صاحبي، اللي عنده إيمان وعقيدة بيلاقي طريق يرفعه، واللي يعيش من غير دين ممكن يضيع لدرجة إنه يختار يعيش ككلب أو خروف. اشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. سلام.